جيني اليوم ايمتى بتطلعي بالمرايه وبتقولي صار لازم اعمل شيء جديد؟ هلا. بتعرفي بضحكي هيك ما بتذكرني الا بالعنزه الجرباني ما بسوق الا من راس النبع. صبايا، اول ما نذكر انه في جزء سادس لصبايا ضجت السوشيال ميديا بشكل مو طبيعي. يعني كثير ماخذ ضجه، كثير اكثر من اللازم. ان شاء الله يكون على قد توقعاته ان شاء الله بنت امك لباب السماء. وخاصه نحن اليوم راجعين بصبايا صبايا سوريا. صبايا 2023 رح ان شاء الله. ما بعرف ليش هيك مشتاقه للاجواء المطر وكذا، بس مو لاجواء البرد. بس المطر. تضحكوش ليه؟ اذا سالناك اليوم عن روتينك اليومي، بس أنا دائما بحاول أحافظ على الأكل، يعني يكون يعني عندي الأكل الصحي، هيدا أهم شيء. قدران تاكل لك بنين؟ يومنا كنا لقمتين. ماشي الحال. لك وين العشاء؟ يعني الوزن بالنسبة إلي كتير مهم، أنه ما أزيد عن الشيء اللي أنا بحسه بالنسبة إلي مثالي. عندها جمال، بس مش هالجمال البيرفكت 100%. لا يعني في الصباح اهتم بنظافة وشي. بتحطي تلجتين كبار وبتفركيهم بيقشطوا. كتير بيهمني مثلا، أنا كتير بحب استخدم الثلج. بس تلجي هالقد لتمك، هون تلجي، هون تلجتين، وهون تلجتين. أو ما ورد مثلج، هيدا مهم لصحصح أول شيء. شفتي شرايين الوجه التلج بيظبط لك وضعك. بطبق كريماتي، بعمل مساج الروتين الصباحي للبشرة. انت فيروز يا حبيبي، انت. حتى لو ما كان عندي وقت باقي النهار، بس أنا هي بحس حالي أنه أنا عملت واجبي تجاه حالي. يعني عندها طول وعرض وكل شيء عندها. طبيعي نحن كلياتنا بنكبر يعني، بس انه يكون يعني مثل ما بيقولوا يكبر الانسان بطريقه مرتبه. اكبر يعني اكبر. بديش مرة تدعي دعوة تحت المطر؟ دائما بحب امشي تحت المطر وهيك مرتاحه مع حالي. لحظة، لا تنسوا اشتركوا بالقناة وحطوا لايك.